يعني شفنا مقطع احنا منتشر قبل فترة لرجل يعني ينادي الإبل يا صايح البهايم، لأنه عاش طول عمره مع البهايم وصايح للبن، طول عمره صايح للبن. فيوم خرف بدأ العقل يتبرمج على ما كان عاش عليه. واللي عاش على الزقارة يقول أحد الأطباء يقول ما رجل عندنا سبحان الله كبير سن دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية، فبعد ما خلص بعد ما فاق من الغيبوبة بدأ يصيح يردد، لأن العقل صار يروح وصار يجي. رجل كبير يقول قال أبي دخان، أعطوني دخان. يقول أزعجنا في المستشفى، صوته في المستشفى، حتى يقول أنا غرف يعني سريري جنبه أزعجنا، أبي زقارة أعطوني زقارة. وجوه الناس قال تعوذ من الشيطان يا ابن الحلال اذكر الله. طبعا ما يدري ايش يقول، هو العقل يغيب ويحضر. يقول فلف واحد سبحان الله ورقة لفها فأعطاه إياه، فلما قبض الورقة قبض الله روحه. شفتوا كيف الخاتمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلا تستغرب أن هديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما ضل عليه. ما فيه، أنت لما تهتدي ترى أنت المستفيد في الحياة الدنيا، مستمتع. وإذا خرفت وإذا بك على الطاعة، وإذا جاك ملك الموت وإذا أنت مستعد. إخواني هذه نتائج أعمال. يا إخواني حنا في الدنيا نكرف في الوظائف ودورات وتطوير من أجل أنك ترتقي إلى درجات سلم معينة، ثم لا تصل المرتبة العاشرة ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر، ثم يقول لك والله ترى أنت خلاص تقاعد. طيب وين تروح فتقاعد؟ خلاص قعدت. هذا في أمور الدنيا وأنت مجتهد، جزاك الله خير على اجتهادك في عملك. طيب مع ربك جل وعلا أنت بتجتهد بيجيك يوم تتقاعد، بس تقاعدك ما هو والله تقاعد أنك بتكون قاعد في الحياة، لا، تتقاعد على الحياة كلها. تبي تنزل في غريفة مع اللي نزلوا في القبور. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا رأيت أن ترى منظر ليوم القيامة منظر مصغر فادخل إلى المقابر وزور المقابر. قال فإنك ترى الغني وترى الفقير وترى الكبير وترى الصغير والمرأة والرجل والتاجر والمظلوم والظالم، وكل الناس تراهم في المقابر، لكنك ترى أمامك فقط تراب، ما ترى أمامك بشر، لكن في بطون الألحاد وفي القبور عجائب وقصص وغرائب عند الله جل وعلا علمها احنا ما نعرفها. فإذا أردت يا عبد الله أن تسعد في الحياة، وأن تسعد في قبرك، وأن تسعد في عرصات يوم القيامة، وأن تسعد إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا، فاعمل بالطاعة واعمل على مرضات ربك جل وعلا، وحاسب نفسك، ونظف جوالك من المحرمات، ونظف قلبك من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، وحم بصرك من النظر الحرام، وصد سمعك عن الحرام، وطهر لسانك من الوقوع في أعراض المسلمين، ولا تقبض ولا تمسك إلا ما يرضي الله جل وعلا. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحفظ السمع والبصر والفرج والمسامع عما يغضب الله جل وعلا، وخلك على طاعة ربك جل وعلا. وإذا نادى المنادي خلك من المسارعين للطاعة. وإذا وقفت في الصف مع المصلين تأمل وتدبر أنك تقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا. وإذا حانت لك الفرصة افتح المصحف واتل كلام رب العالمين، فإنك تكلم الله جل وعلا. هذا كلام الله جل وعلا. أنت الآن تقرأ كلام رب العالمين، الآن الملائكة تحضرك يا عبد الله. هذا من الخير، هذا يا إخواني من يعني بشرى عاجل المسلم. هذا الأعمال الصالحة الطيبة. أما الله يبعدنا وإياكم عن الأعمال السيئة. هذا الأعمال والله يا إخواني التي والله تحزن الإنسان، وأنك تحزن عندما تسمع فلان تعبان، فلان مكتئب، فلان مصاب بعين، فلان ما قدر ينام البارح من الوسواس، وسواس قهري. حتى مسمياتها طبيا الوسواس القهري. هل الشيطان يقهرك؟ إن صحت العبارة أن هذا الوسواس من الشيطان. كيف قدر الشيطان يسيطر عليك يا عبد الله؟ كيف قدر الشيطان يقنعك بهذه الأفكار إلا لأنك أنت أصلا عندك علاقة مع الشيطان، ولا ما هي بعلاقة يعني بينة، لكنك في علاقة من خلال المعاصي. هذا اللي يبغاه الشيطان يزين لك المعصية فتقع فيها، يزين لك الحرام فتقع فيه، يزين لك كذا. طيب أنت الآن طايع للشيطان، كيف؟ طيب تبغى العافية ليست من الله جل وعلا. طيب ربي جل وعلا ما أمرك أنك تجتنب الشيطان؟ ما حذرنا الله جل وعلا من الشيطان؟ إن الشيطان يقول الله إن الشيطان لكم عدو
الله يقول